الحلقة بتاعت إبراهيم فايق امبارح لما كان جايب ملاك دونجا الزملكاوي مع شادي حبشي الأهلاوي. أنا اتفرجت عليها كاملة وبتاع، بس ما هما بيقولوا نفس الكلام اللي اتقال قبلها. هو الزملكاوي بيقول نفس كلام الزملكاوية اللي قبله، والأهلاوي بيقول نفس كلام الأهلاوية اللي قبله، وفي نفس الوقت كمان الاتنين لحد فيهم هيقتنع برأي التاني ولا حد هيغير قناعاته فيهم هما الاتنين. فانت الفكرة بقى انت بتعمل الحلقات دي بناء على ايه؟ مناظرة حتى ما بنعرفش مين اللي طلع كسبان فيه، يعني انت حتى ما بتقولش حد كسب، لا انت بتجيب اتنين قصاد بعض يتكلموا وخلاص. لا ده هيغير قناعاته ولا ده هيغير قناعاته. هي عبارة عن حلقة من اللا شيء، كل واحد يعمل رياكشنات بوشه، والزملكاوية ياخدوا الزملكاوي ان هو كسب والاهلاوي ياخدوا الاهلاوي ان هو كسب، ولا ده بيغير رأيه ولا ده بيغير رأيه. فملهاش لازمة فعلا الحلقات دي، انا مش فاهم معناها ايه ولا لازمتها ايه.